أنا كوتاني ومعايا تليفون مهم جدا من المملكة العربية السعودية وبخصوص حازم إمام، ومعانا الأستاذ عبد المحسن المعمر المتحدث الرسمي باسم نادي الفيصلي السعودي. مساء الخير يا أستاذ عبد المحسن. مساء الخير يا كابتن حازم، امسي عليك ومسي على المشاهدين الكرام. ربنا يبارك لك. ازي حضرتك؟ وطبعا معلش اسفين على الازعاج، ولكن عايزين نعرف اخر اخبار حازم امام في السعوديه. سمعنا انه خلاص مضى في الفيصلي السعودي وكل الامور مستتبه مع حازم هناك، ام في احداث اخرى؟ الله يبارك فيك كابتن، طبعا احنا فخورين بظهور معك في برنامجك. ربنا يخليك. بالنسبه للكابتن حازم امام، الكابتن حازم وصل للسعوديه لدراسه العقد بشكل قانوني ودرس دراسه جميع جوانبه القانونيه. النقطه الاهم في الموضوع طبعا يعني الكل عارف انه الكابتن حازم امام لاعب قدم مستويات مميزه في السنوات الماضيه، ولكن حتى الآن يعني بالنسبة للتوقيع الرسمي غير صحيح. أنت ذكرت أنه في توقيع رسمي وهذا الشيء إلى الآن إحنا في دراسة في طور الجوانب القانونية يعني هو حتى الآن لم يوقع عقد مع نادي الفيصلي، ولكن نزل التمرين النهارده. سمعت شفناه على الإنترنت بصور بالتيشيرت الجديدة، بالتيشيرت يعني نادي الفيصلي. نزل التمرين ولكن حتى الآن لم يوقع العقد الرسمي. لا، العقد الرسمي الآن لم يوقع، لأنه أنت عارف يا كابتن حازم، أنت هذه جوانب قانونية تتم دراستها. اللاعب ووكيله أوضحوا لنا موقفهم، ونتمنى لنا بالتوفيق إن شاء الله وللنادي الفيصلي. طب انتوا تعلموا ان في مشاكل بين حازم ونادي الزمالك، اكيد عارفين هذه المواضيع طبعا. طبعا قبل لا ندخل في هذا الموضوع انا احب اوضح نقطه، بما انه زج باسم نادي الزمالك بسؤالك النادي الفيصلي ومنسوبيه كلهم كل الاحترام والتقدير للاخوان في نادي الزمالك. نادي كبير يملك شعبيه جماهيريه كبيره على مستوى مصر، يملك سجل حافل من بطولات. هذا بشكل خاص، والكرة المصرية بشكل عام علاقتها بالنادي الفيصلي علاقة وطيدة، يعني خصوصا في المجال التدريبي. يمكن مرت أسماء كبيرة على النادي الفيصلي خلال السنوات الماضية، في مقدمتهم الكابتن النوس اللي درب رئيس مجلس إدارة النادي الفيصلي الحالي أستاذ فهد المدرج أثناء ما كان لاعب في الفريق الأول، بالإضافة للكابتن محمد رضوان، سعد الشبيش، كابتن ممدوح إبراهيم الله يرحمه، الكابتن ممدوح الله يرحمه، الكابتن محمد سعد لاعب نادي بلاستيك، مدرب الأولمبي الفيصلي حاليا. يعني ما أتوقع أن لو كنا يعني عارفين انه فيه شيء راح يوتر العلاقه بين نادي الفيصلي ونادي الزمالك لان راح ندخل في هذا الموضوع. اللاعب اوضح انه لا يعني انا عايز اطمن حضرتك حاجه، ان نادي الزمالك اكيد ما فيش هيخش في مشكله مع النادي نفسه كنادي، مفيش توتر. الناس كلها بتحب السعوديه واهل السعوديه والنادي الفيصلي طبعا، ولكن هي المشكله هي حقوق. يعني هل اكيد هو الزمالك بيدافع عن حقه بالنسبه للعيب؟ هل من حق اي شخص انه يدافع عن حقه طول عمرك. اللاعب اوضح موقفه القانوني من الموضوع كامل. لما يستلم مستحقاته ومقدماته لمده 3 أشهر ويزيد على ذلك، قدم خطاب للاتحاد المصري بهالشيء هذا واطلعنا عليه. خاطب الفيفا على حسب كلام وكيل اعماله بخصوص هذا الموضوع، وجميع الاجراءات القانونيه وثقه تامه الفيصلي ما راح يقدم على خطوه الا بعد ما يتاكد من قانونيه هذا، لانه الحمد لله رب العالمين انتم بامكانكم الاتصال تحديدا. انا احدد لك الكابتن النوس يسالوه عن النادي الفيصلي وانا اهالي مدينه حرمه لمعرفه طيب انا ممكن اسال حضرتك سؤال معلش بعد اذن حضرتك؟ دلوقتي المواضيع كلها اكيد انتوا عندكم اداره قانونيه محترمه في النادي، عارفه الدنيا هتمشي ازاي. يعني هل طمنوكوا في النادي هناك عندكم الشؤون القانونيه ان لا المواضيع حازم هيبقى في الفيصلي، مفيش اي مشكله، مفيش اي حاجه تؤخذ على حازم بالنسبه لنادي الزمالك، ام لسه في حالات شائكه؟ هذه يا كابتن حازم معلش بس سمحت لي، هذه اشياء يعني خاصه فينا داخل النادي لا يمكن الافصاح عنها. انا اعتذر يعني منك. تفضل. كل الامور ستتضح خلال اليومين القادمين.
النقطة الوحيدة اللي أنا أكدتها وأرجع أكدها لك، الفيصل لم يوقع أي عقد رسمي مع حازم إمام حتى الآن. طب أنا مش هثقل على حضرتك، بس آخر سؤال. لا تفضل في براحتك. الأمور هتبان إمتى عشان توقعوا العقد أم لم توقعوا؟ يعني في خلال قد إيه المدة اللي حضرتك حاطينها يعني تبان فيها الدنيا ماشية إزاي، أو إن تفاصيل العقد؟ ممكن يعني الليلة، ممكن بكرة، ممكن بعد يومين، الله العالم، لكن ما راح تطول المسألة إن شاء الله. بشكرك. لكن مثل ما قلت أنا أكرر، يعني العلاقات يعني أتمنى من الجميع أنه ما يحاول أستاذ يأكر بين النادي الفيصلي والنادي الزمالك. هذه نقطة. الكابتن حازم إمام أتوقع أنه لاعب كبير وأعرف هو جالس يسوي الآن مع وكيل أعمال، أتوقع أنه درسوا الموضوع بعناية. وبالنسبة للموضوع مع نادي الزمالك، أتوقع النادي الفيصلي لا علاقة له بذلك. يعني أنا شايف أن حضرتك بتشدد على مدى العلاقة وارتباط النادي الفيصلي بنادي الزمالك واحترام العلاقة، ولكن طبعا هي مواضيع قانونية. لا لأن في ناس جالسة تحاول توتر الأمور، يعني في الوسط الإعلامي، سواء يعني المقروء أو المرئي. طيب. أو بمعنى أصح يمكن تدق على الوتر الحساس، أنا أقولها بلغتنا هنا. يعني هو الموضوع هذا موضوع. طب هل حد في النادي الفيصلي مثلا هيكلم رئيس نادي الزمالك يقول له مثلا احنا الموضوع بالنسبه لنا قانوني واحنا بيننا وبينكم علاقات، ام الموضوع يعني مش حدش هيكلم؟ ليش دقيقه يا استاذ، اللاعب الان جايني وهو حر. اوكي. يعني بالاثباتات اللي هو جالس يثبتها انه لاعب حر. يعني النادي، انا اتكلم عن الكلام اللي جالس يدور في الوسط، انا جالس اتكلم عن الكلام اللي جالس يدور في الوسط الرياضي فقط لا غير. صح. بس هو بالنسبه طبعا لحازم هو كلام حر، ولكن بالنسبه للنادي هنا في نادي الزمالك يقال ان هو ليس حر. ده اللي هنشوف طبعا في المستقبل. بشكر حضرتك شكرا جزيلا استاذ عبد المحسن معمر، راجل محترم جدا، واضح ان هو يعني بيتكلم بحب عن نادي الزمالك، مش عايز يفقد نادي الزمالك. هو بيقول من وجهه نظره هو نادي حر، لعيب حر. النادي الزمالك بيقول لا، هو مش لعيب حر. ده اللي هيبان. حتى الان حازم لم يمضي العقد، ما وقعش العقد حتى الان، وبالتالي هو لسه واضح ان في الشؤون القانونيه هناك بتشوف الموضوع ماشي ازاي، لكن حتى الان لم يحسم موضوع عقد نادي الفيصلي مع حازم امام. هطلع لفاصل اعلاني اخر وهرجع.